بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في جزء مهم جدا في لعبة كونكر اونلاين. تمام. طبعا الجزء ده يمكن يهم ناس كتير قوي. نتكلم في لعبة البوكر، في لعبة كونكر. عايزين نعرف ازاي بنكسب فلوس في اقل وقت ممكن. تمام كده جوه اللعبة، ونقدر ان شاء الله نجيب بيها مصطفى ونجيب بيها اي حاجة جوه اللعبة. تمام. طبعا نتكلم على جزء بسيط. طبعا نوضع عليه ترابيزة بسيطة. نبتدي أول ترابيزة بسيطة زي الترابيزة دي مثلا. خلاص نشوف كده ايه اللي ممكن يكون عالي بالنسبة لنا. طبعا احنا قاعدين على الترابيزة اهو، ده أقل ترابيزة. الترابيزة دي بيكون معاك على الأقل 100,000. تمام. طبعا أنا معايا 2 كوين دي يعتبر ايه جزء عالي في القعدة. لما يجيلك أي 2 شبه بعض جرب حظك فيهم، بس مجربش حظك في أي حاجة تانية. يعني أنا هجرب حظي اهو، 2 كوين لعب على 160,000. تمام. أنا هجرب ال2 كوين اهو زي ما انتوا شايفين، ولو خسرت كسبت اهو. أنا خسرت طبعا، معايا اهو 2 كوين. طبعا اللي كسب مع 2 كينج، 2 كينج أعلى من 2. تمام. أنا خسرت 170,000. تمام. تمام. أنا معايا كينج ومعايا رقم 10 زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا هو الكينج والعشرة برضو يعني رقم مش مضمون، بس رقم عالي. يعني خلينا نتكلم على الأرقام العالية هنا. أرقام أعلى أرقام ممكن نلعب بيها، ممكن تضمن لنا الفوز. طبعا أنا هعمل فولد علشان الأرقام معايا مش كويسة. تمام. أعلى أرقام ممكن نلعب بيها لأي صورتين متشابهتين، ولو كانوا الصورتين دول أعلى صورتين في اللعبة. تمام. يعني زي 2 كينج، 2 كوين، 2 جوكر، 2 اس دي اللي هي 2 واحد. طبعا 2 اس دي تعتبر أعلى 2 في الصور كلها. بتقدر تخش بيها على مستوى الدور، أو تقدر تخش بيها على مستوى أي حد ممكن يكون معاه 2 صورتين زي 2 كينج، 2 جوكر، 2 كوين. لو معاك 2 اس تقدر تخش جواها زي ده كده. معاه 2 اس اهو. اوريكوا برضه تاني اهو، ده كسب ليه؟ مش معاه 2 اس، وده معاه ايه؟ معاه اي ارقام وخلاص. طبعا بيحطها. طبعا احنا بنلعب هنا عشان نعتمد على البروفيشنال في اللعبة. عايز اخليك بروفيشنال في لعبة البوكر. لكن زي ما انت شايف طبعا في ناس بتلعب على الحظ زي اللي على الجنب ده. طبعا معايا ايميل تاني، ممكن نفتح ايميل تاني. تمام اهو، ايميل تاني عشان افيدكوا اكتر. تمام. واحاول انضم الى الاكونت التاني. تمام. عشان نقدر برضه نفيدكوا اكتر بسرعه. زي ما انت شايف اهو، طبعا الناس معاها واحد معاه كوين، واحد معاه جوكر، واحد معاه اس. ده ممكن يلعب، ده ممكن يكون معاه 2 اس، وممكن ما يكونش معاه 2 اس، ممكن يكون معاه اس ورقم تاني وبيشوف حظه. ده بيرمي عليه وخلاص، ده بيرمي. ما تعرفش برضه معاهم ايه. هنشوف دلوقتي بالنتيجه. طبعا هعمل فولد الاوائل بتاعي. طبعا زي ما انت شايف اهو، اللي كسب بناء على الحظ. يعني بص، ده 2 سبعتين اي كلام. سبعتين اقل من 2 كوين. 2 كوين هو اللي يقش. اعلى حاجه 2 كوين هو اللي قش المبلغ كله 500,000 زي ما انت شايف كده. طبعا انا معايا اي ارقام. تمام. انا قاعد الاكونت بتاعي اهو تاني. خلاص. طبعا هو ياما ما نعرفش ياما بناء على ايه. يعني هنشوف دلوقتي هو بناء على طبعا 9 و7 رقمين مش مضمونين، مش كويسين. اعمل فولد اطلع على طول. تمام. فقال اطلع. تمام كده. اخسر 5000 بس زي ما انتوا شايفين كده. اخسر 5 احسن ما اخسر 200,000 او مبلغ اللي هما بيلعبوا عليه. طبعا ده كسب علشان في سبعتين في الموضوع. شوف تاني هنا اهو، سبعتين ده معهوش اي حاجة تقدر تكسب. نتكلم بقى على حاجة اقوى من كده شوية. طبعا الاكونت التاني طبعا معاه كينج و7 مش هيعملوا اي حاجة خالص. تمام. وده برضه معلش انا بلعب برضه في الورق المضمون، ما بلعبش كده وخلاص. مجرد اجرب حظي زي الناس دي. يعني معايا صوتين، معايا اي صوتين ممكن ارميهم، مش مشكلة. اي رقمين متشابهين بشرط ان يكون الناس اللي على الترابيزة تمام كده معاهم اي ارقام ضعيفة. يعني ما ارميش انا 10 مثلا وواحد معاه كينج وكوين. ممكن يكون معاه 2 كينج و2 كوين وانا خسرت الدور. يعني مثلا معايا كوين واس، ممكن اجرب حظي فيهم، بس ده معاه كينج اقول لا، ممكن يكون معاه 2 كينج فانا ارجع اقول فول فولد. تمام. ما يغرقش المبلغ اللي معايا دون. تمام. المفروض انت بتلعب بحرفك، ممكن تصبر شويه. تمام. عشان تقدر تجمع المبلغ ده. المبلغ ده ما جمعتوش يعني في سنين، جمعته في كام يوم والله. تمام. بس بيلعب على البروفيشناليزم في لعبة البوكر زي ما انتوا شايفين كده اهو.
زي ما انتوا شايفين، او يسجل او خلاص. انا طبعا آه، زي ما انت واخد بالك كده طبعا مع جوكر، ممكن مع جوكر وحاجه تقيله. انا معايا 10 اس، ممكن اغير حظي بس انا في وقت انا ما بحبش اغير حظي. انا المفروض بتقدم لقدام، وانت عشان تتقدم لازم ما تلعبش على الحظ، تلعب على ازاي امتى، ازاي وامتى ترمي ورقك. تمام وانت بتلعب. طبعا 10 و7 ما مش مضمونين، انا ما بحبش ارمي، بس انا بصبر وبلاقي ان شاء الله. واخد بالك طبعا نشوف ده كسب ليه. كسب طبعا عشان الترتيب ده اقوى من الترتيب ده، بس مش اكتر. هو ما كسبش بناء على حاجه. انا معايا كينج ومعايا كوين، ممكن اجرب حظي. تمام وممكن اخسر وممكن اكسب، بس انا مش عايز ايه ده، ما اضمنش برضه ممكن يكون معايا 2 كينج، دي مشكله. فانا ما بحبش اجرب حظي. تمام كده، حاجات ملهاش اي لازمه. ممكن اكون انا بحب انا دايما ارمي ورقي في وقت مضمون عشان اقدر اكسب. تمام في اللعبه. خلاص. او ده كسب ليه؟ ممكن يكون كان معاه كينج وجوكر، كينج وتمام جات له 2 كينج بالصدفه. انا ما بحبش الصدف، بحب اكون متاكد من ورقي تماما. بحب اكون الورق اللي معايا يكون اعرف العب بيه. ابص على الورق اللي معايا في اللعبه. الناس كلها طبعا معاها كوين وكوين وجوكر. خلاص طبعا ده اللي باين ليا. انا طبعا زي ما انتوا شايفين هو معايا كوين واس. ممكن ارمي ورقي بس اللعبه على 500,000 يعني حاجه توجع، معلش. واخدين بالكم؟ طبعا انا كنت قاعد على ترابيزه الملايين يعني من شويه. فطبعا عايز اوريكم ابسط ترابيزه. دي الترابيزه ده ترابيزه ال 100,000، اقل حاجه وتخش عليه بتخش بيها لما يكون معاك 100,000. زي ما انتوا شايفين اهو. انا طبعا اتنين بإيميلين اهو بلعب بإيميلين عشان اوريكم. طبعا يفضل ان انا اطلع علشان مفيش حد بيلعب على الترابيزه. تمام لحد ما نشوف حاجه احسن شويه. تمام او واحد جاي تاني. تعالوا نشوف ازاي هنلعب معاه اهو. تمام انا معايا كوين وكينج. كوين وكينج ممكن اغير حظي. ممكن بص انا كده بعمل تشيك امتى لما احس ان هو ايه مش قوي، بلعب تشيك على طول. زي ما انت شايف اهو. اهو معايا كده معايا 2 كينج. كده معايا 2 كينج اهو. 2 كينج طبعا يعتبر. ببص على ورقه ممكن يكون هو معاه حاجات اكبر. طبعا انا جاي لي 10 جاي اي كلام. خلاص. فانا هعمل تشيك على اشوف هو هيعمل ايه. هو طبعا هو رمى ورقه، معرفش هو معاه ايه. تعال نجرب احنا حظنا. احنا معانا 2 كينج ونجرب حظنا. زي ما انت واخد بالك اهو. هو اللي كسب ليه؟ لانه معاه 2 اس. 2 اس انا ما كنتش طبعا واخد بالي انه معاه ورقه مقلوبه اس. تمام كده جات له فعمل ورق كسب 300,000. انا كان معايا 2 كينج بس بشوف حظ. معايا كينج واس. هنا معايا ايه؟ معايا كينج وجوكر. اقوى ارقام ممكن تلعب بيها جوكر، كينج، كوين، اس. يا ريت الاس يعني بصراحه بتفيدني جدا. لو جالي 2 اس في اللعبه اعرف ان الدور معاك يعني. معلش بس النت مهني شويه. اعرف ان الدور بتاعك. خلاص. تمام كده. تمام. ده طبعا اللي في ناس بتحب تلعب على الحظ. في ناس بتحب تعمل نفسها يعني هي اللي بتفهم يعني في اللعبه. زي مثلا واحد زي ده. انا ممكن اجرب حظي. ممكن ارمي اهو معايا 2 كينج. تمام ممكن اجرب حظي، ممكن اخسر وممكن هو يكسب. بس انا ما بحبش الاوقات زي كده اهو. زي ما انت شايف خسرت. جات له ستريت بالحظ يعني. طبعا زي ما انت شايف اهو. معلش واحد عمال يخسر من ساعه ما قعد يعني. خد بالك بس برضه ايه. خلينا نتكلم. خليك متفائل علشان تقدر تكمل القعده بتاعتك. طبعا الكول ده ياما 10,000 على الترابيزه. انا اقول له ماشي انا هرمي 10,000 زيك. ده ياما كل اواق. انا اقول له لا انا مش هرمي بالاواق بتاعتي. هقول فولد. مش هعمل شو هاند. واخد بالك انت؟ طبعا ده اللي ياما 10,000 ممكن يرجع دلوقتي عن كلامه. ممكن يرمي لو ورقه قوي او ورقه يسمح. اهو رمى ورقه. طبعا انا هعمل فولد مش اكتر. هنشوف مين اللي كسب. او اللي كسب ده كان متاكد من ان هو يكسب لان هو واضح انه كان معاه 2 كينج. ده كان بيجرب ورقه فخسر طلع بره. فاحنا عايزين نلعب على البروفيشناليزم. ازاي نبقى بروفيشنال في اللعبه دي؟ معلش انا ممكن اكون بعمل فولد كتير بس انا لما بصبر بلاقي. لكن انت لما بتلعب من اول دور وتقول زي الناس دي كده بترمي وخلاص. انا ما بحبش كده. معلش ممكن يكون ايه نطول شويه معاكم بس عايزين نوصل ل لدور احسن يعني.
واخد بالك. طبعا انا بحاول افيدكم قد ما اقدر. طبعا انا ترابيزات مليانة، تعال نخش ترابيزات مليانة افضل هنا. تعال نشوف اي ترابيزة ممكن تفيدنا. خلاص تعال نشوف دي وديها تاني اهو. معايا كينج ومعايا 7. طبعا انا عايز اطلع استسلم علشان نقدر نشوف الايه، نشوف التاني معايا. قاعدين بس بنلعب يمين عشان نقدر نشوف افيدكم اكتر وقت. طبعا كينج و9 ما يعملوش اي حاجه وبيشوف حظه زي ما بقول لك، وانا ما بحبش كده. انا بحب اكون متاكد. يعني مثلا عندك كوين وجوكر، ممكن اشوف، ممكن ارمي 10 على الترابيزه اهو، ادوس بيت ارمي 10 على الترابيزه، ممكن هو يرجع عن كلامه اهو. لا هو يدي يحط المبلغ بتاعه، انا هحط كمان 10 مفيش اي مشكله. جالي 2 كوين تمام. هو ده جاله ايه؟ جاله اي كلام. ده ممكن هو يقش. خلاص ممكن انا اقش دلوقتي اهو. انا هو معاه ممكن يكون معاه 2 جوكر، انا معايا 2 كوين. هشوف دول، هبعد ده طبعا، انا اللي كسبت اهو. ليه؟ هو كان معايا 8 ممكن تمام، وانا كان معايا زي ما انتوا شايفين 2 كوين و2 10. دي جت بالحظ 2 10. طبعا انا كان معايا 2 كوين زي ما انتوا شفتوا من شويه، فكانت معايا 2 ايه. فالحلو ان انت لو معاك ورق قوي 2 كوين او 2 كينج، ممكن يجيلك في السكه ورق كينج تانية او ورق كوين تانية. يعني انت معاك 3 كوين، 3 كوين دي تانية، 3 كوين من نفس النوع، 3 انواع من نفس النوع، ممكن تكسب الدور على طول. ده بيشوف حظ، وانا ما بحبش كده. ده بقول لك انا بصبر بس اديني نكسب اكتر. الفلاش دي فوقتها بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بعد بعد الاستريت القوة. خلاص يعني خلينا نقول تدريج القوة. 1 بير، 1 بير رقم 1. يكون معاك نوعين، يكون معاك 2 كينج او 2 كوين، ده كده اسمه 1 بير. بس فوق ال 1 بير في 2 بير. 2 بير ده اللي هو 2 كينج و2 كوين في نفس الدور. معاك ورقتين متشابهتين من نوع، كل نوع في نفس الدور. 2 كوين 2 كينج 2 جوكر 2 اس 2 7 2 9 2 كده. 2 بير مش 1 بير. طب في نوع تالت بقى اللي هو ايه؟ اللي هو 3 كايند. 3 كايند اوف ذا سيم. 3 كايند اللي هو 3 انواع من نفس الورقه. يعني معايا 3 تمانيات، 3 سبعات، 3 عشرات، 3 جوكرات. طبعا الاولويه للرقم الاكبر. يعني واحد مثلا معاه 3 جوكر وانا معايا 3 اس، انا اكسب. هو فاكر انه معاه 3 جوكر يكسب. بس طبعا الحلو بقى في الموضوع هنا بيبقى في ورقه مقلوبه اللي انت بس بتبقى عارفها، وكل ورقه بيبان بالنسبه للناس. فواحد مثلا ممكن يكون باين له معاه 3 جوكر باينين، وانت معاك ورقه اس مقلوبه و2 اس. وطبعا 2 اس المفروض يقشوا اللعبه، هو اللي يكسبه يعني. فيفتكر ان هو معاه 3 كوين فيقش الموضوع، فطبعا يخسر مبلغ كبير. لسه كنت عامل الكلام ده، يعني واحد خسر 7 مليون يعني على الحته دي تمام، بسبب الحركه دي. طبعا هو ما يعرفش. ففي حاجات كده بسيطه تعالى بتوقعنا، عشان كده بعمل فولد، عشان ايه؟ تجنبا للوقوع في اي مبلغ ملوش اي لازمه. ممكن اكون بخسر 5000 كتير كل شويه، بس ممكن مره اكسب 500000 600000 تعوضني عن اللي حصل ده كله. تمام. ده طبعا عشان بنصبر، او ساعتين ممكن نشوف حظنا صح كده. تمام ساعتين. بس هعمل تشيك ليه؟ عشان تقدر توقع الزبون، تقدر توقع الواحد. طبعا انت مهنج فمش عارف. كويس ان انا عملت تشيك. تقدر توقع الزبون في الفخ يعني، في المصيدة زي ما بيقولوا. طبعا هنج طبعا اللي هنلعب انا والراجل ده بس. ده ممكن يجيله دلوقتي. انا لو جالي 9 تانية انا كده خدت الماتش. تمام. ممكن يكون ده معاه 2 كوين، مش كده انا مواقفه. انا معيش، انا مش مضمنش بصراحة. لا هو كان مش معاه حاجة، هو واضح ان هو بيلعب وخلاص. هو كده مش معاه اي حاجة، كده معاه اي ارقام ويجرب بيها. انا كان ممكن اكسب. بس على الاقل واحد بيعرف اللي قدامه ده بيلعب ازاي، بيعرف دماغه اللي قدامه ده بيلعب ازاي، بيلعب على الهبل والحظ، ولا بيلعب حرفنه بروفيشنال ولا لا. تمام. طبعا بنتشيك عشان نشوف ورقه اهو. بيمو طبعا ورقه معرفش بيمو بناء عليه. طبعا انا ممكن اعمل ورقه، ممكن اعمل ورقه. انت عارف زي ما انت شايف انا معايا كام يعني، فممكن اعمل ورقه عادي مش هيفرق معايا اي حاجه. تمام. بس دي عايزه، انا عايزك هنا تبقى ازاي تعرف تلعب اللعبه دي بالذات، مش عايز تعتمد على الحظ وخلاص. طبعا معلش انا يمكن الحظ مش جاي، بس عايز اوصل لكم. طبعا هنا 2 واحد اس واحد كينج، ممكن اوش انا الدور ممكن. بس الكلام ده في حاله واحده، لو انت لاقي الارقام اللي على الترابيزه ضعيفه. يعني زي كده مثلا ممكن انا ارمي واشوف حظ. معلش انت معاك جوكر وده باين برضه يشوف حظ اهو.
انا معايا كينج وجوكر، كينج واس معلش، بشوف حظي كده. تمام ممكن اخسر، لا انا خسرت اهو. تمام بس انا ترتيبي بعديه على طول. ده طبعا اللي يعمل الورق ده اللي بيشوف حظه طلع بره، ده كسب ليه؟ جاله 2 جوكر في الطريق، حظه. تمام بس في الاوقات اللي زي ده اللي انا برمي فيها دي، لان الخساره دي بتبقى يمكن مثلا بعملها مره 3 مرات 4 مرات في اليوم، بس ما بعملش كده تاني يعني. بقى ساعتها بقى بعتمد على الصوتين، افضل بالنسبه لي بعتمد لازم يبقى معايا صوتين، 2 كوين 2 اس 2 10. ممكن يخش في الطريق، ممكن ارمي ورقي وممكن يجي لي مثلا تلات انواع زي بعض، 4 انواع زي بعض، او بانعم واكرم يعني. بس ما ارميش ورقه وخلاص كده زي الناس. ممكن ارمي ورقه مثلا مره اتخنقت مثلا من حته ان انا اعمل فولد، فارمي ورقي مره، بس امتى؟ بحساب برضه. هو ده طلع خلاص ملوش اي لازمه طبعا نلعب احنا، بس عايز اوريكم اللعبه ازاي. يعني مثلا انا معايا اهو 2 جوكر، 2 جوكر تمام. وده معاه ايه؟ انا معاه 7 و8 واس وكوين و10. انت عارف لو جالي ستريت، ستريت اللي هي الارقام مترتبه جنب ورا بعض، انا طبعا مجاليش ستريت. ده معاه ايه؟ ده معاه 2 جوكر فقط. انا ممكن ارمي ورقي اهو. اللعب على 4 مليون طبعا، اللي هو اقل رقم على الترابيزه اللي هو الرقم بتاعي ده رقم الاكونت التاني 4 مليون اهو. طبعا هعمل فولد عشان ما اخسرش المبلغ، لانه كده كده ما تبع بعض. طبعا عشان جايب 2 جوكر زي ما انت شايف اهو. واحد لو طلع يبقى انت اي واحد لو طلع هتلعب على اقل مبلغ في الترابيزه. اقل مبلغ في الترابيزه طبعا المفروض الترابيزه دي اقل مبلغ عليها 100,000، اللي هو الناس اللي بتبقى قاعده او معايا 2 جوكر. ممكن اشوفهم دلوقتي، ممكن اشوف الاتنين جوكر اللي ممكن يكسبوني. فانا هعمل شيك عشان ابقى عارف الناس ان انا معيش ورق حلو. دي حركه من الحركات اللي هي الخبيثه شويه في اللعبه يعني. تخلي اللي قدامك يلعب اهو، زي ده مثلا بيلعب وخلاص، ده كده بيلعب، هتدفعه يلعب وخلاص. فانا ممكن اجرب حظي، اقول له ممكن اخش معاك يا كابتن. ممكن اهو قشيت الدور اهو، خسر وطلع بره. شفت انا خدت 500,000 في حين ان انا في حين معايا 2 جوكر ضربتهم 2 او 2 كينج مثلا كده الدور معايا، او 2 جوكر كمان صلى على النبي. طبعا هعمل تشيك عشان اعرف ان هو مش حلو معايا. تمام طبعا هو لو طلع فهو احنا كده ما بنحاول نعلم على الناس، بس زي ما انت شايف اهو، اهو طلع. تعال نشوف لحد الاخر كده. انا معايا 2 كينج، هنا الاولويه للكينج، الاولويه للكينج. خلاص هعمل كده اهو. تمام هعمل تشيك طبعا، هعمل بعرف الناس ان هي ده طبيعي يعني، واتنين بيلعبوا عادي ومفيش اي مشكله. خلاص جميل قوي. طبعا 2 كينج، انا بس عايز اعمل حركه، انا هرمي ورقي كده، عايز اعرف الناس طبعا تمام. وهرمي ده. طب ماندو خد الدور ليه؟ ده اللي خد الاكونت التاني اللي خد الدور، علشان معاه 2 كينج زي ما قلت لكم، اعلى من 2 جوكر. حبيت بس افهمكم 2 كينج هو اللي كان ممكن يقش الموضوع. تمام مفيش اي مشكله. خلاص سواء في حد ومفيش حد، عايزين برضه نفهمكم الموضوع بشكل اوسع شويه، امتى بلعب وامتى ما بلعبش. ده اهم حاجه في الموضوع. لكن لما تشوف حد متمنظر جيم ورقه تمام كده، انت لو معاك ورق قوي شوف حظك انت كمان، مفيش اي مشكله. خلاص انا برضه شويه كده وهروح على المليون. تمام هروح على ترابيزه المليون. خلاص عشان اوريكم اللعبه احسن، عشان واضح ان الناس هنا ما بتخاف ان هي تقعد على تلعب يعني، مع انها ترابيزه بسيطه جدا يعني. تمام انا طبعا هقوم من الترابيزه عشان ايه؟ عشان اللعب مش عاجبني. الترابيزه زي ممكن نروح على دي كده، ندي الاكونت التاني عشان نقدر ايه نفكه اكتر. تمام اهو زي ما انتم شايفين. خلاص معايا 2 كينج اول ما اصلي على النبي. هو كده الدور معانا. انا ممكن يكون معايا 2 اس، بس انا هشوف حظي برضه مش مشكله. 2 كينج اهو، من 2 كينج طبعا معايا اي حاجه، معايا جوكر وكوين. انا مش هخش يعمل ايه. ده هنشوف هيعمل بناء على ايه، اي حد هنشوف هيعمل بناء على ايه. هنشوف مين اللي هيخش في الاخر. تمام زي ما انتم شايفين بيلعب المبلغ 900,000، اللي خد 900 اهو. خدهم بناء على ايه؟ عشان جاله 2 بيرس. شوف ده جاله 1 بير وده جاله 2 بير، يعني نوعين اهو. 2 واحد اهو نجيب لكم تاني. ده جاله 2 بير اللي هو 2 1 2 اس 2 10. اعلى مني، انا معايا 2 كينج بس، انا ما جاتليش اي حاجه تانيه. انا ما جاتليش اي حاجه تانيه. هو جاله 2 اس و2 10.
ده جاله 2 اس و2 9، طبعا الاولويه للرقم الاكبر. انتوا شايفين اهو تاني انا جاي 2 كينج بس، عشان كده ايه ما جاليش تو بير زيه. جالي صوتين متشابهتين بس، هو جالهم 4 صور متشابهه، صوتين وصوتين، 2 اس و2 10 زي ما انتوا شايفين. تمام، ده كده هو اللي قش 900,000. تمام، عرفت السبب ليه ان هو قش المبلغ ده، مفيش اي مشكله، مش المهم المبالغ. تمام كده، بس عايز اعلمكم ازاي بتلعب في اللعب. طبعا ده مش معناه ان انت لما يكون معاك 2 كينج ما تلعبش، لا، انت كنت معاك 2 كينج بتلعب عادي مفيش مشكله، بس هي بتبقى حظ بقى هنا، بس انت تبقى عملت اللي عليك، بتبقى لعبت ومعاك ورق قوي ساعتها يعني. انت لو انا معايا 10 و8 وجوكر وكوين، لو دي كانت 9 هاجي اقول لك انها ستريت كده، انت معاك الدور وش من غير ما تفكر في حاجه يعني. حتى لو واحد معاه 2 اس وواحد معاه 2 بير وواحد معاه 3 كوينت، الاولويه للستريت يعني. انت اول حاجه 1 بير، بعد كده 2 بير، بعد كده 3 كوينت، يعني 3 كيهات، 3 كينج او 3 كوين او 3 تمام، 3 جوكر. خلاص، طبعا لو ما وده ما اعرفش ما بناء على ايه، بس ممكن يكون معايا ستريت، فانا هعمل فولد، هنعرف ليه اهو معايا ستريت زي ما قلت لك 10 8 و9 و10 وجوكر واس، ده كده ستريت، ارقام مترتبه ورا بعض. تمام. طب لو معاك واحد، لو معاك كوين ومعاك اس ومعاك جوكر، كوين وجوكر و و10 و9 واس، ده يعتبر برضه ستريت، خلي بالك. خلاص، انا ساعات الستريت ده على فكره بيدمر ناس كتير جدا. تمام، بس اللي بيقدر يفوق الستريت دون، فوق الستريت فور بوينت، يعني 4 انواع من نفس النوع، دي طبعا نادر جدا ما بتيجي يعني. بعد كده الفلاش، الفلاش ده اللي هو تشابه الايه، تشابه الصيغ. طبعا خلينا نتكلم في جزء برضه مهم جدا. الشجره اللي انت شايفها دي، اللي انا بعمل عليها بالسهم دي، خلاص، اقوى من الثلاث حبات اللي لازقين في بعض دول، اقوى منها. انا بتكلم على الاشكال، انت معاك واحده كوين زي كوين وكوين مثلا، تمام، نفس النوع اهو، بس الشكل بيفرق برضه هنا يعني. دي بعد القلب، يعني خلينا نقول بالترتيب. الشجره انا وريتها لكم اول مره، خلاص، بعد كده القلب، تمام، بعد كده 3 حبات، بعد كده دي، ده ترتيب الاشكال، ترتيب الاشكال في الارقام. يعني ممكن مثلا يكون كل واحد مثلا، وليكن كل واحد معاه 2 اس مثلا. طب مين اللي هيقش بقى؟ ممكن محدش هيقش، لا في حد هيقش، بس اللي هيقش هيبقى معاه اكبر شكلين في الاتنين اس. 2 اس يعني رقمين زي بعض اهو، تمام، بس انا بتكلم على الاشكال بقى، الاشكال اللي زي دي، اللي هي تلات حبات في شجره وسمبوكسه وقلب والكلام ده. دي الشجره دي رقم واحد، بعد كده القلب، بعد كده الثلاث شجرات دي، بعد كده السمبوكسه. ده الترتيب الايه، الترتيب القوي ليهم كلهم. تمام، خلينا نروح على ترابيزه المليون بعد الترابيزه دي، علشان ايه، برضه الترابيزه دي ممله شويه، انا ما بلعبش على ترابيزه المليون يعني، بس حبيت بس العب هنا عشان اعرفكم واحد امتى يرمي ورقه وامتى يكسب وامتى وامتى وامتى. انا ممكن اكون بعمل فولد كتير، بس بصبر زي ما بقول لكم لحد ما بيجي لي ورق حلو. الدور ده كده، وممكن نقوم، ممكن نقوم دلوقتي خلاص يعني كده. بالظبط، تعال نشوف بقى ترابيزه الملايين اهي. ترابيزه الملايين واحد ممكن بيلعب عليها بعد وقت طويل. طبعا ما حدش قاعد ترابيزه غير اتنين اهو. تعال نشوف، تعال نشاركهم المواضيع، نطلع نلعب الدور الجاي. طبعا هم اتنين بس بيلعبوا دلوقتي. تعال نشوف الترابيزه الملايين هنتعامل عليها ازاي. طبعا اتنين بيلعبوا اهو، عشان تعال نشوف دلوقتي. ده معاك 9 اهو، ده ما تعرفش ممكن يكون معاك 2 اقوى من 9. المشكله فيها ورق باينه، بس الخباثه كلها في الورقه المقلوبه دي، ممكن تقع عليها. بص بيلعب على مليون، ده بيلعب على مليون، ممكن تقع على بسبب الورقه المقلوبه دي. بس انت لو اهم حاجه لازم تكون واثق من نفسك، عارف ان اللي قدامك ده اضعف منك في الورق. بص ده معاه 1 بي، معاه 9، ده لو معاه 10 او معاه 2 كينج او معاه 2 كوين، هنخلص الماتش، هنخد المليون منه. ده مش واخد باله، وده ما ياخدش باله. عشان كده دايما نخلي بالنا واحنا بنلعب، لما نلعب على مبلغ كبير. يعني مثلا اس وكوين، ممكن اجرب حظي؟ لا، مش هجرب حظي، عشان كل ما يكون المبلغ اللعب على مبلغ كبير، كل ما يكون نسبة تضررك ليه، خلينا نقول نسبة تضررك ليه مثلا ممكن تبقى 40-50%. طب وليه؟ لو معاك حاجتين مثلا، حاجتين من دي، صورتين زي بعض او شكلين زي بعض، تمام،
ممكن تخش اهو، زي مثلا انا معايا 2 كوين اهو. سواء تعال نبص على اللي حوالينا برضه، ممكن يكون واحد معاه 2 كينج، 2 كينج ده اقوى من 2 كوين، واقوى من 2 كينج 2 اس، اللي هو 2. تعال نشوف كده، مفيش طبعا، ده مفيش خلاص، ده 10 اللي هو الاكونت بتاعي ده معاه 2 كينج، ممكن نقش الموضوع ده، ممكن يلعب دلوقتي معاه 2 كينج اهو. بس هو بيعمل تشيك علشان ايه، يشوف لحد الاخر. انا لو جالي 3 انواع، لو جالي 9 تانية اهو، ده لاعب ليه؟ ده لاعب ممكن يكون معاه 2 كوين. طبعا ده هنشوف دلوقتي هو لاعب بناء على ايه. لو لعب بناء على الحظ هنعرف، ولو لعب بناء على القرفنه بتاعته هنعرف. اه ده معاه 2 كينج، ده عمال يفكر، بس ده ممكن يموت على فكره اهو، ده ممكن يقش. عايزين اقول لك ليه دلوقتي معاه 2 كينج، وده ممكن يكون معاه 2 كوين، ده اللي هيقش وش. هنشوف كده زي ما قلت لك، لا زي ما قلت لك خلي بالك هما الاثنين معاهم 2 كينج. بس تعال نشوف زي ما بقول لك الاشكال هي اللي بتحكم. انا قلت لك الشكلين دول مع بعض اقوى من الشكلين دول، عشان كده هو قش. دي بقى اكتر حته ممكن تضايق الواحد، الحته دي اكتر حته، يعني الاثنين معاهم 2 كينج و2 كينج وكل حاجه، بس الاولويه في الشكل زي ما بقول لك اهو. دي اكتر حته ممكن تضايق، وخصوصا لما تلعب على مبلغ كبير، يعني ممكن تلعب على 4 مليون 10 مليون 20 مليون حصل قبل. تمام. يعني هنا بيفرق الاشكال، يعني على الرغم من الاتنين كينج بيبقى ليه ساعتين اهو. نبص اللي حوالينا معاه، ممكن ده قياس، ممكن ده ليه قش. تمام. انا معايا ساعتين مضمنش، معلش يعني اللعب على 50,000 اقل واجب على الترابيزه دي بالذات، واخد بالك. طبعا ساعتين انا مضمنش، ده ممكن يكون معاه 10 ممكن ده اللي يكسب اهو، او ده زي ما بقول اهو. ليه؟ هنتكلم ليه؟ سيف اوف كايند، سيف اوف كايند 3 عشرات اهو، ده من نفس النوع، اقوى من 2 بيرز، هو 2 اس و2 8. ويك تاني اهو، 3 اوف كايند، سيف اوف كايند نفس النوع، اقوى من 2 بيرز، هو 2 اس و2 8 زي ما بقول لك. عشان كده على الرغم من الاس قويه، بس الثلاث انواع اقوى، 3 انواع اقوى من نوعين، زي ما انت شايف اهو. واخد بالك انت، انا بستنى اللحظه المناسبه عشان اما يجي نص ما اخد مليون 2 مليون اخدهم. تمام. انا لو جات لي 10 تانية، لو جات لي 10 تانية او 9 تانية، تمام، لو جات لي 10 تانية او 9 تانية، تمام، ممكن اقش الايه الدور كله خلاص. تمام زي ما انتوا شايفين اهو خلاص. طبعا هو لعب، هنشوف لعب ليه. انا طلعت عشان انا نظام ورقي معاه 10 تين، انا معايا 9 تين، كده كده ممكن يقش عشان الاولويه لل 10 تين عن 9 تين. تمام. هنشوف كده، عايزين برضو ايه، كل دور بنستفيد منه على قد ما نقدر اهو. طبعا مش جاي لي ورق عدل، انا ما بلعبش انا بالاوراق دي، انا بلعب بالاوراق خلاص شويه، وحد لعب خلاص يكمل دوره. انا لو حد عمل تشيك كلنا مجبرين نتشيك لحد الاخر، وهنا الصعوبه ان كلنا نتشيك وحد فينا يقع وقعه بسيطه جدا بسبب شكل من الاشكال. شكل من الاشكال مش الورقه المقلوبه دي هي المشكله فيها كلها، بس الورقه المقلوبه محدش بيشوفها دي. طبعا كلنا شايفين الاوراق اللي الباقيه كلها، عشان كده بنلعب على اساسها. بس انت لازم تكون بقى واثق من نفسك، ولو هتخسر مليون ممكن ان شاء الله تبقى متاكد ومؤمن كمان ان انت هتعوضه بعدها على طول. خلي بالك عشان الحته دي مهمه جدا 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 جدا. خلاص. تمام. انا معيش طبعا ورق، وهقعد افضل اتشيك لحد ما يجيلي ورق قوي. انا شايف اهو 2 كوين اهو، تعال ده معاه 2 كينج، لا تخاف منه ده. انت عارف انا لو معايا كوين وكوين وكوين، تمام، اقش الدور معايا 3 كوينز، فده كده ملوش اي لازمه كده خلاص. تعال شوف ده 2 كوين، لو معايا 2 كوين وتسعة وتسعة، دي 9 و7 كنت خدت الدور. معايا 2 بيرس اهو، 2 كوين و2 9 و9، الارقام ملهاش اي لازم اخد. معاه 1 بير 2 كينج. انا لو كان معايا 2 بير هيبقى احسن من 1 بير دي بتاعته، هو معاه 2 كينج بس. انا حسيت بكده برضه، معلش هو زفت، معلش يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. خلاص. بس الواحد ان شاء الله انا متعشم ان انا ان شاء الله نجيب مبلغ كبير في اقل وقت ممكن ان شاء الله يعني. بس خلاص.
ده كسب اهو. انا انسحبت. كسب ليه؟ عشان معاه اعلى دور، اعلى ورق في الدور. 2 كينج. ده اي كلام طبعا. مش ده بيرمي اي كلام. بيرمي اي كلام. خسر واحد. كان نفسي يكون معايا 2 حته. اعتبر الدور معاك على طول. تمام. برضه بشرط يكون الورق بتاعهم اي كلام. زي ما انت شايف اهو. ده معاه كينج او 2 كينج تقريبا. ده استسلم. تمام. خلي بالك ان في ناس ممكن تقعد تلعب بإيميلية او 3 إيميليات. مفيش مشكله ولا يهمك الكلام ده خالص. المهم تبقى عارف بتلعب ازاي وبتلعب امتى. تمام كده. عشان خلي بالك ان في ناس بتلعب على الحظ. داخله بس كده عشان تلعب على الحظ بس. واحد داخل مثلا بمليون اهو. ممكن ده بيلعب على الحظ. بيرمي وخلاص. داخل اقل حاجه على الترابيزه دي مليون. واحد بيرمي مليون يمكن يقص 4 مليون ولا حاجه. 5 مليون يطلع يحطهم في البنك ويخش تاني بمليون وهكذا. بس انا مش فاهم الطريقه دي برضو هتفيدك في ايه. ما انت ممكن تقعد كل شويه تجيب من البنك وتقعد تخسر. يعني اهو ده كسب. اهو كسب مليون لو دخل بيها كوسه. ليه كسب؟ ده كان معاه جوكر وكان معاه حاجه تانية. طلع له 2 10. ده لو ساعتين. ده اللي كسب. حظ. بس انا مش بحبش اعتمد على الحظ. اهو ده 2 كينج. ممكن اخلص الدور. تيجي نخلص الدور. يا رب يا مسهل. ده كده هنشوف حظ الاستاذ ده. خلاص. تعال نشوف حظ الاستاذ ده. هنشوف ده يلعب ولا مش هيلعب. معرفش ممكن يكون مع 2 كينج ولا لا. ادون. هنرجع بدون. طبعا اللي ممكن يقش هنا. هنشوف دلوقتي مين اللي ممكن يقش في الدور ده. طبعا النت معلش مهنك شويه. اهو اللي قش مين. اهو قش 2 مليون و400 عشان معاه 2 اس. طبعا 2 اس. لا معاه 2 بير. معلش عفوا يعني 2 بير. طبعا معلش واحد شكله هز ومنيل ليه كده معرفش. خلاص. طبعا انا جالي 2 كينج بس. هو جاله 2 كينج. ممكن كان معاه 2 كينج ومعاه 2 اس. جات له 2 اس في السكه حظ. تمام. ده اللي بحظ بقولك عليه بقى. كان ممكن انا اكسب. ممكن يجيلي 3 انواع من الكينج. وممكن يجيلي نفس الكينج وهو يكون معاه نفس ال2 كينج برضه. بس انا الشكل بتاعي اقوى مني. كده انا رميت. الشكل كان شبه الشجره دي كده. شكل الكينج كان شجره زي دي كده. فده كان اقوى. كده رميت. تمام. خلاص. معلش برضه ما هي اللعبه مكسب وخساره. مش لازم تكسب على طول. مش لازم تخسر على طول. بس تشغل دماغك وتعرف ترمي امتى. ده كسب ليه؟ ده مع اي كلام اهو. لعب اي كلام. فممكن يجي مع الدور. خسر. كده تانية. ده اللي بيلعب على الحظ بيحصل على النتيجة دي. ممكن بيكسب بتاع الحظ برضه بس بيكسب بشكل قليل جدا. وانا ما بحبش ما تحطش نفسك في وضع زي ده. ما تحطش نفسك في دائرة زي كده. خلاص. تمام. ده كسب ليه؟ عشان ده لعب على معاه 2 اس اهو. طبعا ده لعب على الحظ. انا بقول لك ما طلع لهمش اي حاجة. كده خسروا فلوسهم. انا ما بحبش العب او ادخل نفسي في الدايرة دي. دايرة الحظ. ده ممكن يعمل 3 مليار بعد 3 مليون. اللي واجب. طبعا انا مش عايز اخسر المبلغ دون. عايز اكسبه. بس اكسبه لما تكون انت بروفيشنال بتلعب. كله طلع اهو زي ما انت شايف. وده اللي خد الايه. خد الدور. تعال نعرف ليه. ده لعب اي كلام فخسر المبلغ بتاعه. ده لعب عشان معاه ممكن كان معاه 2 جوكر. كان متاكد او كان حاسس ان ممكن يفوز. انا معايا كوين ومعايا اس. ممكن اجرب دوري صح. بس ده ممكن ما تضمنوش. ده ممكن يكون معاه 2 كوين. ما تضمنوش. ازاي بعد 3 مليون مبلغ برضه. كرشة نفس يعني. كرشة نفس. بس العيال بتعرف اللي قدامك بيلعب ليه. معاه كينج وكوين اهو. كان ممكن ستريت. هو ممكن يجيب واحده كوين في السكه او واحده كينج في السكه. وخد الدور. واخد بالك. طبعا انا مش جاي له عادل يعني خالص. بس انا نفسي يجيله 2 اس عشان اوريكم اللاعب عامل ازاي. بس طبعا مش جاي له عادل. واخد بالك انت. معلش انا ممكن اكون بطلع كتير. خلاص. بس هقول لك انا ليه صابر كل ده. 10 ممكن اجرب حظي. ممكن اجرب حظي. بس لو لعب مبلغ بسيط ده 1,600,000. طيب. طب انا خايف اخسر. هتعمل ايه؟ تمام. هو اللعبة بصح مبلغ فلوس. هتاخد 2 مليون و300,000. انا ممكن اجرب حظ اهو. انا مش عايز اعتمد على الحظ. تمام اهو. اطلع كده.
وتيجي بتقول لنفسك اكيد كويس ان انت ما لعبتش، لان هو بص كلهم جاي لهم اس وكلهم كوين، معظمهم مع الحظ. خلاص. انا ما بحبش احط نفسي في ورقه زي ده. خلاص. انا بلعب على بروفيشناليزم فقط فقط، واتمنى ان اللي يشوف الفيديو دون فعلا يستفيد من النقطه دي. خلاص. واخد بالك ان هو الناس اللي انت شايف بتلعب ازاي، اي كلام في اي كلام. ده اتنين كان ممكن يوش، ممكن ياخد الضوء وش، بس عشان الحركه دي بصراحه تخوف ناس كتير. بس انت ما تعرفش برضه، ممكن يكون جاي له اي حاجه اي حاجه، او كوين وكوين مثلا، ممكن تقش، بس ما تضمنش برضه. ده بعد 2 مليون اللي واقف. اطلع يا باشا، هنشوف ده هيعمل ايه. ده ياما ممكن ده اللي يقش اهو. طلع الواد، طلع. تمام. طبعا احنا مش جايين لنا حظ لحد دلوقتي، حظنا زي الزفت يعني. صلى على النبي، حظنا اي كلام في اي كلام. هو لعب على 3 مليون و400 الف اهو. هو ده طلع خالص يوم على الحظ. ده اللي كسب هو اللي كسب اهو. ليه ستريت اهو. كوين وجوكر. كوين اصغر من الجوكر، اصغر من الجوكر 10، اصغر من 10 9، اصغر من 9 8، عشان كده طلع خالص. تمام. هو كده ليه ستريت. بتضمن ساعات في حاجات كتير منها في اللعب ستريت، عشان كده بتقدر تتحكم شوية لحد ما في معاك كوين. متعرفش معاك كوين ليه، هو بس بيلعب على 5 مليون. طب انا ممكن اقش واطلعه لو مش عايز كده، خلاص. بس ان شاء الله هو بيتعامل كده زي ما يكون هو القائد يعني، هو الكينج يعني. تمام. فممكن نطلعه بسرعة جدا. ربنا يستر. معانا كينج واس. تمام اهو. 2 مليون و500 الف. هطلع ده. ممكن نشوف بدون، ممكن نشوف بدون اهو. كسبنا المبلغ. ليه؟ تقولي ليه؟ هقول لك انا خدت المبلغ ليه. 2 مليون عشان كان معايا كينج واس. ممكن تجرب كينج بس في اوقات، مش في كل وقت تقعد تجرب بحاجه زي كده. شرط تكون واقع قوي اهو. نشوف تاني. ده كان معاه 8 مثلا وحاجه. انا جات لي 3 انواع من الاس. هنا الحظ يلعب دوره. تمام. بس ما تعتمدش على القاعده دي على طول. انا مش شايفها قاعده بالنسبه لي. انا مش شايف دي قاعده. خلاص. انا هكسب 2 مليون دي مش قاعده. طبعا اوديكار ده ما شاء الله عليه يعني، بيقدر معرفش يعني، بتيجي معاه ساعات كتير بصراحه. تمام. بس بتيجي معاه حظ طبعا. هنشوف. او معايا 2 كوين. ربنا يستر. 2 كوين. تعال نشوف ايه دنيتهم. انا بعرف الناس طبعا ان الدنيا ايه حلوه. تعال نشوف الناس دي هتلعب بناء على ايه. بس يجيلي لحد ما كله بيعمل تشيكه طبعا لحد اخر مرحله. يمكن يجيلهم ورق حلو. ده ممكن يطلع خالص شكله كده، او طلع اللي هي مع سكاي برضه من الناس اللي بتفهم مثلا لو بيقدر جدا في اللعبه يعني. او ده معاه 2 اس. ده ممكن يخش الدور. ده معايا ده ممكن يكون واخد باله. الارقام طبعا باينه بالنسبه له اهي. باينه 2 اس دي باينه. لو الاس دي مش باينه هتقدر تخش الدور بسهوله، بس بشرط اهو. انا كده معايا الدور. بس خلي بالك ده ممكن يكون معاه ستريت. لو معاه ستريت هيرمي ورا اهو. جوكر 10 8 و9. لو المقلوبه دي كوين خلاص الدور خلص. الدور معايا رغم ان معايا 2 بير اهو. 2 كينج. 2 كينج و2 اس. ممكن هو اللي يكسب لان ستريت بيحتل الاولويه. هنا هو حط مبلغ 670 زي ما انتم شايفين اهو. ممكن ازود على الفلوس دي. بزود على المبلغ بتاعه الضعف. بس انا مش هعمل كده عشان مش عايز اخسر فلوس ملهاش لازمه. طبعا هو بيحاول يشد رجلك الموضوع. تمام. بس على مين طبعا يعني. بس يا رب يا مسهل يجي لنا مبلغ، يجي لنا حاجه حلوه. طبعا النت معلش مهنج شويه. طبعا زي ما انت شايف جاي لك اس وكوين. المرة تقريبا انا المفروض انا اللي العب، بس النت معلش مهنج شويه.
مم. طبعا شايف بس بينج كام يعني، ما شاء الله بينج جميل جدا، فوق 15,000 و 8,000. حاجة فظيعة يعني. أنا طبعا بتضايق جدا من إن أنت بيهنج من واحد وهو بيلعب بوكر بالذات. مش محتاجة إن أنت الواحد بيتضايق لما بيحس إن هو إيه، إن أنت مهنج منه وهو بيلعب بوكر بالذات. الواحد بيلعب على ملايين يعني. أبص ده بيعمل مليون و150,000. طبعا أنا مش معيش شوية عادل، معلش. ممكن أعمل بدون. تمام. بص كده اللقطة دي. أنا لما انتوا شايفين اهو، انا كان معايا 2 كينج، جاي معاهم 2 9. هو ممكن كان معاه 10 تيم، بس الاولويه مين يا باشا؟ الكينج. هنا بترمي ورقك وبتشوف حظك زي ما انت شفت اهو. تمام. ولا ساحر ولا شعوذه. ده كان الدور كان مضمون جدا بالنسبه لي. طبعا بطلع ده عشان ما مش اي لازمه، ما مش اي حاجه. طبعا لعبت زي ما قلت لكم، لعبت ليه ب2 كينج. 2 كينج من ضمن الحاجات اللي هي ايه، تحس ان هي جميله في اللعبه. خلاص. ممكن يجيلك كينج تانية. تمام. وممكن يجي لك نوعين تانيين، 9 10 مع 2 كينج. تحس ان الدور بتاعك على طول وش. تمام. لان هو برضو ما انت تقدرش تثق في الورق بنسبه 100%. هو كله بيعمل، انا ما بحبش الطريقه دي. اهو طبعا دي خدت معرفش بناء على ايه، بس ظهر لها في الاخر اهو 2 بيرز، 2 اس و2 كينج. ده بس 2 جوكر بس 1 بير. عرفت ليه قشت؟ انا قلت لكم الاولويه هنا في الدور. اللي حصل في الدور دون ان هي اعتمد بتم 100,000 بتم يعني. بتشوف هنعمل ايه. طبعا عادي ممكن نعمل 100,000. ممكن انا يجيلي دور حلو، يجيلي مثلا اس ولا حاجة، جالي اس تانية زي دي كده. الدور ممكن ان شاء الله يبقى بتاعي. اهو قامت 2 مليون خالص كلهم. اعرف ساعتها ان معاها ورق قوي، يا اما هي بتستهبل. اهو معاها 2 عرض، يبقى هي بتستهبل. انا كان ممكن امشي منها، بس لو معايا 2 اس انا واقي مش ضامنه مش اكتر. ممكن انا واقي واشوفه زي كده مثلا 8 بيلعب على 9 مليون، اللي هو المبلغ اللي معايا ده كله. تمام. بس 8 طبعا من ضمن الحاجات اللي ممكن ترميها، بس بشرط الهواية الضعيفة اللي هي 8 9 10. ممكن ترميهم امتى؟ لما تبص على الترابيزة وتشوف الناس اللي حواليك الأول قبل كده. طبعا مش مساعدني. ايش؟ بص دي انا معايا كده 2 كينج. دي معايا 7 زي ما انت شايف، واخد بالك انت. تمام. معايا 2 كينج وقاعد اعمل ايه؟ قاعد اعمل نفسي مش واخد بالي. بكمل عادي جدا بعمل تشيك. خلاص. لان انت ما انت شايف انا ممكن ايه، لان لو جالي كينج تانية هنا كان ممكن انهي الدور. انا معايا هنا ماشي 2 كينج بس. ماشي. شوف مين اللي هياخد الدور، بس غالبا هتكون دي هي هتاخد الدور دلوقتي. زي ما قلت لك. ليه؟ انا على 2 كينج اعلى من 2 7 و2 9. اعلى منهم زي ما انت شايف اهو. بس 2 كينج اول ما اطلع على النبي. نشوف دور، ممكن نشوف حظنا. اهو دي بتلعب. انا ممكن اطلع ده طبعا، ده اي كلام. تمام. ده 2 كينج، نشوف حظنا فيهم. اهو زي ما انت شايف خدت الدور. فول هاوس ده عايزين نكلمكم على الفول هاوس. فول هاوس اللي هي بتبقى 3 شبه بعض و2 شبه بعض، يفوق اي حاجه. ده يفوق كل حاجه. الفول هاوس دون. تمام كده. بعديه الفور اوف كايند. يعني الفول هاوس دون. الفول هاوس بعد الفول هاوس اقوى من الايه، من الستريت. خلي بالكم احنا اتكلمنا على 1 بير 2 بير 3 كايند، بعد كده ستريت. خلاص كده ماشي. بعد كده خلي بالك اللقطه دي. بعد كده عندك الفول هاوس، بعد كده عندك الفور اوف كايند. دي الاولويه للقوه. كل ما يكون معاك حاجات زي كده بتقدر تبقى تدرج بالظبط. يعني ما تستعجلش تموقف وتبدا بعد كده. زي ما انت شايف، واحنا قاعدين هنصبر بس نكسب الحمد لله. زي ما انت شايف انا كان معايا كام وبقى معايا 10 مليون. تمام. طبعا كسبناهم في وقت بسيط. معلش ممكن كسبناهم في نص ساعة ساعة، بس أحسن ما نقعد نحاول طول اليوم عشان نكسب مليون بس. أهو ده بيعمل طبعا ورق، وطبعا أنا هطلع زي ما أنت شايف أهو. ده ملوش أي لازمة.
خلاص، مع ان معايا ساعتين، بس ما اضمنش برضه، ساعتين خفيفة ضعيفة جدا. انا شايف الورق اللي باين عندي في كينج، في جوكر، في كده، واخد بالك انت. طبعا مش جاي ورق قوي، جاي 2 اس دلوقتي كنت رميتهم زي الكينج بالظبط عندي دول في مقام الكينج، 2 كينج بالظبط. خلاص. آه، تمام اهو، عشان نشوف هيرمي ما رماش. فولد، نرجع ورا على طول. اللعبة طبعا خلي بالك الترابيزة دي لازم يكون معاك على الأقل مليون سيلفر. خلاص، ان شاء الله كده نظبط كده، نظبط سي بي اسات ونلعب على ترابيزة السي بي اس، بس طبعا مش أي حد بيلعب عليها، لكن ان شاء الله نظبط يعني. خلاص، طبعا انت لو ماشي على نفس الاستراتيجية بتاعتي دي هتعمل مبلغ كبير جدا في وقت قليل جدا ان شاء الله. تمام. اهو ده ليه قش، هقول لك ما ضربت معاه حظ. تمام. زي ما انت شايف 2 كينج اعلى حاجة، اعلى من 39 واعلى من 80. خلاص، طبعا عشان اختصر الضوء، طبعا اللعبة على 4 مليون اللي هم ممكن يكون بتوع الهاني. تمام. طبعا ممكن يكون ان شاء الله فلوس كتير يعني. هو 4 مليون ده طبعا مبلغ كبير جدا. انا ساعات بستغل المبلغ ده لو جاي لي حاجتين حلوين. تمام. تمام. هنجز بس. طبعا مش جاي 2 اس، يعني يا ريت يجي 2 اس والله، فرحان جدا. ده هيرمي ورقه برضه مفيش فايدة، يعني هو بيخليني بيتعطش للخسارة، ان هو بيرمي ورقه على الحظ. بص ماشي بس حلو، 2 كوين عجبني. كنت فاكر ممكن يحط اي ورق وخلاص يرمي بيه، بس 4 مليون برضه حاجة ايه، مش قليلة. تمام. انا ممكن اجيب ورقي، بس لو ورقي مضمون والله ساعتها لو خسرت ال 4 مليون ورقي مضمون مش هتضايق، لكن هتضايق امتى؟ لما العب على الحظ واخسر. تمام. واجي اقول طب ليه خسرت؟ طب ما انت في الاول معتمد على الحظ، انت لو معتمد على دماغك ولعب البروفيشنال مش هتقع الوقعات دي، ولما تقع يعني ساعات حظك مش حلو، حظك ما كانش حلو، بس مش اكتر. هنا اكون عملت انت اللي عليك، عملت اللي عليك. تمام. وقعت برضه اهو معايا 2 كينج اهو. تمام. انا عايز يتخيل ان هو معايا اعلى واحد يعني. انا بس يجيلي جوكر تانية، انا معايا 2 بيس ما جاليش، يبقى 2 كينج و2 جوكر ماتش معايا. انا ممكن اعمل 100,000 عشان ايه اخوفهم شويه اجرهم. دي انا 100,000 كل ما 100,000 انا دخلت ايه ال 100,000 زياده اللي هم يرموها اللي هي 375,000. ليه؟ عشان انا معايا اعلى واحد 2 كينج. تمام. طبعا اي كلام، بس الكينج والكوين على فكره ممكن خليني ارمي ونشوفهم، نشوف الكتاب بتاعهم، بس ما اضمنش الراجل ده ممكن يكون معاه 2 كينج يخش بشكل اكبر. طبعا انا زي ما انت شايف اهو. خلاص، طلعنا من الدور. خلاص، ممكن يكون الدور الجاي ان شاء الله اخر دور، عشان ما نتقلش عليكم برضه. بس انا عايز اجيب ورق حلو يعني، مفيش مشكله، بس انا عرفتكم ازاي تلعبوا وازاي تعرفوا الورق القوي من الورق اللي مش قوي، عرفتكم تفصيل الممل. خلاص، بس خليك واثق من هتكسب بكره، ولو خسرت مبلغ كبير هتعوضه ان شاء الله، ما يعني مفيش حاجه بتبقى ثابته، عشان تمام ما تأثرش على الموضوع ده على صحتك ونفسيتك يعني. خلاص، زي ما انتوا شايفين اهو 2 كينج اقوى من 2 جوكر، سيبكم الارقام ملهاش اي لازمه، هو اخر 2 اللي بتقش بيه، واخد بالك انت. انا بس عايز يجيلي ارقام حلوه عشان اقش. هو كده بنعمل الشيك، كلنا بنعمل الشيك بقى اهو، ده مع 2 مليون، ده كده ناوي يخسر 2 مليون بتوعه، زي قبل كده واحد كان ناوي يخسر 2 مليون وخسرهم فعلا، بس انا ساعتها كنت ممكن اخسر 2 مليون برضه،
بقول لنفسي ايه، لو خسرت يبقى خلاص بقى، هي مش بتاعتي الفلوس دي. خلاص ما اقدرش اعمل حاجه. بس ما تجيش ترميها على الحظ وتيجي تقول انا خسرتها ليه. الحظ في الحاجات دي انت ممكن تخسر، انت ممكن يطلع اي كلام، ممكن ورقك مع تجميعه يجي لك 3 4 اوراق كده بالحظ تخسر فيهم، وممكن تكسب، بس برضه ما تعتمدش على القاعده دي. متاخدهاش قاعده. بص مين اذكى ممكن ياخد الدور وش ده كان ياخد حد يا موال. خلاص واخدين بالكم. طبعا عايز يجيلي دور حلو. تمام، عايز يجيلي دور حلو على قد ما اقدر فيه، بس ايه انت شايف تنجز بسرعه اهو. لعب على 4 مليون 5 مليون ما شاء الله. اللي هيوش على الحظ اهو ادي. الا لو معاه بقى، الا لو هو متاكد ان هو هيوش معاه 2 كوين كسب زي ما انت شايف. 2 كوين اعلى واحد اعلى حاجه. طبعا ان شاء الله كده لو ربنا اكرمنا نطلع الواد ده. هو بيبقى 5 مليون. تمام، وانا مش عايز، انا ممكن ادوس والله شو هاند وكل حاجه، بس ممكن اكسب وممكن اكسب. بس ليه؟ انا اعودكم ان انتوا تكسبوا بدماغكم. فكروا صح علشان تلاقوا صح. معلش ممكن يكون الواحد بيتطور عشان يكسب، بس على الاقل بتكسب ما تخسرش. لو هتخسر قليل جدا، بس بتكسب اكتر. هي مش قاعده برضه، واخد بالك انت. هي قامت خالص، خدت من 2 مليون. قامت خالص اللي اسمها كارز ارسل. قامت خالص، واخد بالك. 800 ممكن اشوف حظي بيهم، بس معاها 2 كي خلي بالك. معاها 7 بلعب طبعا على 2 كي. طيب تعال نشوف كده، تعال نعمل بروفا ولا بلاش. لا بلاش. 2 كي 2 8 800 عشان اقول لك بس بيلعب على الحظ بيخسر 800. ممكن تعمل بيهم حاجه بس بشرط تلاقي على الترابيزه ضعيف، ممكن تموت ساعتها. خلاص طبعا انت شايف الورق بتاعهم ضعيف 8 9. لو حد هو ورقه فاهم على الحظ زي السبب. طبعا هنا انا معايا كوين، وقاس. تيجي نشوف، تعالى نشوف مع بعض اهو. معايا كوين معايا خلاص. تمام. ممكن نشوف بدون. لا مش ممكن نشوف بدون اهو. هو اللي كسب، اسمه كابتن امريكانا. كسب ليه؟ انا جربت على الحظ زي ما قلت لكم كده، خسرت اهو. كان معايا اس وكوين، بس برضه مش مضمونين. معلش واخد بالك. انا معاه شوطين، كان ممكن اشوف، كان ممكن هو يغش الموضوع، مش مشكله عشان بس ايه. خلاص عايزين نشوف بس الورق هيمشي معانا لحد فين. طبعا بيعمل 5 نعمل معاه مفيش مشكله خالص، ممكن يجيلنا بقى حلو. خلاص تمام. هو 80 وهو 70. انا ممكن اخد ده واقول له خد مني. تمام. ورمى. تمام اديك شايف اهو. نامي ارمي برضه مفيش مشكله. نشوف الورق هيكون لمين في الاخر. اهو الورق ليا في الاخر. ليه؟ هو معاه 70 وانا معايا 80. وده اللي خلاني ارمي برضه واندفع. نقاس اهو. اعتبر الدور بتاعك. تمام ان شاء الله يعني. ان شاء الله الدور ان شاء الله يكون بتاعك ان شاء الله. تمام كمان مره يكون بتاعك. تمام كده. طبعا اتمنى ان محدش يلعب على الحظ. ابقى ورقه جامد العب بيه، لو معاك ورقه جامد تلعب بيه احسن. خلاص كده. اتمنى ان الناس محدش يرمي على الحظ زي ما بقول لكم اهو. انا رميت اللي معايا زي ما بقول لك اهو. الدور بتاعك على طول. تو بير جايلي عن 1 بير بتاعي، حتى لو هو جالي 1 بير 90 انا معايا نقاس كفيله انها تقفل كفيله يعني. تمام كده انت اهو. ده طبعا ممكن انا معايا 8 ومعايا 7. تعمل ايه؟ تعالى نايم ونشوف. خلاص طبعا كله هيرمي زي ما انت شايف اهو. كله بيرمي. مين اللي خد؟ خد 4 مليون اهو. بس انا رميت، انا كان معايا 7 ومعايا 8 تحت.
هو معاه 2 اس بس ما الموضوع يخلص عشان هو معاه 2 اس. واخد بالك انت؟ بس حبيت برضه اعرفك الواحد. شوف انا رميت 70 و80 رميتهم مع ان المفروض ما كانش ينفع يرميهم، بس حبيت اقول لك امتى ترمي الارقام دي. لو الورق اللي على الترابيزه ضعيف بالنسبه للناس، فلا ترمي الارقام 70 و80 وتشوف تعمل كده ساعتها، او 9 او 10 معاك ارقام بس. تمام. لكن لو في كينج او كوين او جوكر على الترابيزات خلي بالك عشان او اس ممكن يكون معاك 2 اس، ممكن يكون معاك 2 جوكر، ممكن يكون معاك كده مع 80 اهو. تمام. ده تخاف منه، ممكن يكون معاه 2 اس او اس حاجه كبيره تيجي معاك ده بس بيرمي خلاص، ده ممكن يكون معاه 2 جوكر بس ممكن يكون معاه 2 اس. انا هلغي الموضوع تقيل شويه، 80 مش مضمونه برضه على الرغم ان هم متشابهين، بس الوقت ما انت شايف عامل ازاي اهو. ممكن بص لي هيوش بناء على ايه. تعال نشوف اهو. معاه محدش معاه 2 اس زي ما بقول لك، واحد معاه اس ومعاه حاجه كبيره ووقع. ده شوف ده كسب ليه. شوف عايز اقول لك بس حاجه، ده كسب ليه؟ ده بص 2 كينج و2 كينج اهو، ده اللي كسب وده ما كسبش عشان الشكلين دول مع بعض اقوى من الشكلين دول مع بعض. بس ده اللي عايز اقولها لك يعني 2 كينج. بس انا عرفتك ليه ليه خسر، ليه ده خسر. بس دي بقى اقول لك عنها حظ، دي بعيد عنك، معاك 2 كينج بس انت تبص برضه للشكل، مش قبل ما تبص ل2 كينج تبص للشكل عامل ازاي. الشكلين دول اضعف من الشكلين دول مع بعض، خلي بالك. مع ان انا قايل لك ان الشكل ده فين انهي شكل اهو. استنى كده اقول لك لما يجي الدور اقول لك ان في شكل اقوى من شكل، بس في شكلين مع بعض بيجتمعوا يبقوا اقوى شكلين في اللعبه. او شكل الشجره ده اقوى من اي شكل المفروض. بس لو في شكل ده مثلا اللي هو بيبقى القلب ده اجتمع مع ده مثلا ممكن يخسر ده. واخد بالك انت؟ لان ده لو اتحط مع واحد ضعيف نفس الشكل ملهاش اي لازمه خالص، كانك ما بتلعبش. بس دي حاجه زي كده ممكن محدش ما اعتقدش ممكن يبص لها يعني، يقول لك لا انا خسرت خلاص فحظ بقى، خسرت حظ هنا. تمام. اهو 2 كوين ومصلي على النبي، 2 كوين تاني اهو. بس تعال نشوف هنا اكبر ولا دي. ده دول الاكبر عندي. ومع ذلك هنجرب برضه نشوف ايه ونشوف المواضيع ماشيه ازاي. هو يلعب 800000 ممكن ارمي الاثنين هنا واشوفهم. انا رميت الاول ورميت التاني اهو. ماندو لاش اهو، التاني اللي قاش ليه؟ عشان جاله فول هاوس. ده شوف ده جاله ايه؟ جاله 2 بيرز. ممكن ده اللي يقش كابتن مكان، بس انا جاي عشان جالي فول هاوس. فول هاوس قلت لكم ليه الاولويه فول 1 بير وال2 بير وال3 اوف كايند والستيرز. خلي بالك اقوى من كل اللي انا قلته دلوقتي ده، بس قليل جدا ما بيجي فول هاوس، ما تعتمدش عليها يعني. خلاص زي ما انت شايف تكسب وتخسر، تبقى عارف ان انت هتكسب بعدها. واخد بالك؟ طبعا معيش شويه خالص، استسلام على طول افضل ليك. هو الفول هاوس اهي. بص كابتن امريكان اعتقد ما اعتقدش هيلعب تاني يعني عشان كل شويه عمال يقف، او ده اللي عمال قش ده جات له فول هاوس وانت ما تعرفش برضه ايه الدنيا. واخد بالك انت؟ انا برضه ما اضمنش، ممكن يموت دلوقتي اهو، بس المبلغ كبير 1.300,000. انا ممكن اسيب اكونتين عليه بس مش بلاش، خليني احسن العب. عرفتكم انا خسرت ليه وعرفتكم كسبت ليه، محدش برضه يعرف انا ايه بعتمد على الحظ وقتها. خلاص معلش فيديو كبير شويه بس عايزكم تتعلموا منه ازاي تكسب بروفيشنال، مش تكسب على الحظ. ازاي تعمل فلوس تتعب فيها بجد. يعني ممكن انا اكون قاعد كتير على البوكر بس ايه، بحس النتيجه بعد كده، بحس ان في فرق. هو واحد زي جوكر و7 ده ما ينفعش يلعب، يعني بيلعب على 3,800,000 حرام. معاه جوكر و7 يعني معاه اي ارقام اي كلام. انا ما بحبش كده. لما بص انا معايا جوكر وكينج بقول اي كلام، تخيل هو معايا جوكر و9 وبقول اي كلام. لازم يكون معاك مبلغ كبير تحس ساعتها بقيمه اللعبه. تمام. طول ما انت مستصغر المبلغ هتفضل تخسر. طول ما انت مستصغر ال1,400,000 دول ممكن ما تيجي تكسبهم كل شويه يجمعوا لك. انت مستصغر المبلغ ده كده هتفضل تخسر من غير سبب. انا على طول بخسر. لا يا باشا، انت بتخسر علشان انت مش متابع استراتيجيه معينه في اللعب. انا ما بحبش العب زي الناس دي، انا ما بحبش العب زي الناس دي. انا مش كده تلاقيني ممكن هخسر قليل
بس اكون ساعتها عملت اللي عليا، اكون لعبت على شغلت دماغي ولعبت. لكن الطريقه دي كده ما بحبهاش. دي بقى عايزين لما نطلع حد نعمل كيك مثلا، ندوس على حد كيك دوس اجري مثلا، دوس اجري هيطلع كيوت خلاص هيطلع. من كده انتوا شايفين طبعا الجايد بتاع اللعبه. تمام اهو الجايد. تمام ستارت دي وعايز تبدا الدور اوتو. لو عايز تلعب اوتو شغل هو يلعب لوحده، بس ما انصحكش يعني ان انت تشغل الاوتو خالص. تمام كده ان الاوتو دي بتبقى ساعات ايه، ساعات بتكسرك ساعات بتخسرك بنسبه اكبر، يعني بتخنقك. لو عايز تقوم خالص تسيب الماتش، عايز تسيب الماتش يمكن دورك وحش، دورك مش عايز تلعب كده. فولد طبعا انت عارف فولد دي ترجع ما تحطش وقت فبتدوس فولد. تمام طبعا شو هاند انا بواي واقع على الترابيزه كده. لا ساعتها بيكون واقف حلو زي ما انت شايف كده. تقريبا كده ماسك لعبه البوكر كلها زي ما انت شايف. طبعا ساعتين برضه ما اضمنش، ساعتين ده رقم بعيد. انا شايف الارقام على الترابيزه تقيله، شايف اس وشايف كوين وشايف اس ثانيه، ممكن يكون معاهم اتنين اس وشايف كوين واتنين اس، بالنسبه للساعتين ولا حاجه يعني. خلاص كده انا شايف انا سايب الموضوع كده اهو. واحد معاه اتنين اس قش كل حاجه دول مع بعض اقوى من دول. بقولها تاني اهو عشان كده ده الجسم، يعني ده معاه اتنين اس ولا معاه اتنين اس. طبعا معيش اي واي عادل خالص. يعني زي ما بقول لك انا بجيب واي عادل بلعب. انا كده مش بقى معايا 8 اهو. بس هنشوف الواد ده ممكن يكون معاه كينج. خلي بالك من البان الاول انت مش شايفها، ممكن يعمل نفسه من بانها بس على مين برضه. خلاص هنشوف دلوقتي جاي 8 تانية. ممكن اهو الدور كده يعتبر بتاعي معايا 3 انواع 3 كوينت اهو. ممكن انا اعمل حركه حلوه، ممكن اقول له انا معايا 8 وهلعب. هو يفتكر انا معايا 10، هو معاه 10 اكبر مني، انا هطلع ده نلعب انا والتاني بقى. تمام هو معاه 2 كينج و2 10. بص اللقطه الجايه دي هيلعب اهو. ممكن انا اخد منه الفلوس، اهو. بص كده اهو خدت الفلوس منه. هتقولي ليه؟ هقول لك ليه اهو. خدت 5 مليون 800 جنيه عشان معايا 3 كوينز، هو معاه 2 بيرس. انا كان معايا 8 اقوى كتير من 2 بيرس مهما كانت قوتهم. خدت 5 مليون اهو في لقطه. سبرت كتير خدت مبلغ مش قليل زي ما انت شايف اهو. لعب على 6 مليون خدته بس من غير ما تتعب نفسك. بص معيش ممكن تخسر اللعبه طبعا. اقل واجبين على 50,000 الترابيزه دي 50,000. تمام زي ما انت شايف اللعبه على 50,000 و50,000. انت تخش ب 50,000 الترابيزه دي، كل دول بتخسر 50,000 لو ما عرفتش تخش حاجه. خلاص تمام كده تمام. خلاص طبعا يعمل فولد مش قادر. خلاص مش مهم. انا ممكن تكون بتخسر 50,000 كتير، ممكن توصل تخسر 500,000 بعد كذا دور. وقت مش كويس هتعمل ايه ساعتها؟ طلعناه خالص. بس هتحس ساعتها هيجيلك مره ان شاء الله دور في دور كده تكسب تخش ب 2 مليون 4 مليون 5 مليون. يبقى انت حسيت ان انت ال 500,000 راحوا منك دي ولا اي حاجه. بس تبقى مؤمن تماما الايمان. تبقى انت لما بتصبر هتلاقي في الاخر زي ما انا صبرت وخدت 6 مليون اهو في قاعده في حته ما كنتش متوقعها. مع انه كان متاكد ان هو يكسب. كان معاه 2 كينج و2 10 يعني كان اكبر رقمين. بس انا عشان معايا 3 8 وانا معايا 3 ساعات اكسب برضه. 3 اوف كايند اكبر من 1 بير اللي هي دي اللي هي 2 جوكر او 2 اي حاجه، واقوى من 2 بير اللي جات له وخسر فيها. تمام مهمه جدا الحاجات دي نحطها في دماغنا يا جماعه. خلاص اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وان شاء الله نفكر في اي وقت تاني ما يجي لنا اي فكره اي جزء في اللعبه ممكن نحطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.